السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. لولا فاني طلع بتوجه رسالة لكل متابعينها وحبايبها، بتقول لهم ما تصدقوش اي صفحة تتكلم عن ضياء، حتى لو كانت الصفحات دي كبيرة وموثوق فيها. ضياء مات عشان ده قدره ونصيبه. بلاش هبد. بتكلم القنوات الكبيرة وبتقول لهم بلاش هبد وافتراء. الراجل دلوقتي في دار الحق، واحنا في دار ايه؟ واحنا في دار الباطل. الناس بقى اللي طالعه تقول ان هو مات بسبب السحر، لا، هو مات في نفس المكان اللي ربنا كاتب له هيموت فيه، لان في ناس طلعت سليمه ربنا كاتب لهم السلامه، هو ربنا كاتب له ان يموت تحت الانقاض. فهي بتقول للقنوات والصفحات الكبيره لو سمحتم بلاش تجيبوا سيره ضياء وتتكلموا عنه، وبلاش الهبد اللي بتتكلموا فيه ده. وهي بتقول ان هي قدام الدنيا كلها وقدام العالم كله هي مسامحه ضياء، مسامحاه من كل قلبها، ومسامحه حتى اهله مسامحاهم. هي مسامحاه يا جماعه، دي ام ولاده ومسامحاه. بلاش الناس اللي بتقعد تطلع تتكلم تقول ده اهل جوزها كان عامل لها سحر وكان عامل له سحر عشان يفرقوا بعض ويفرقوها عن جوزها، الكلام ده خلاص انتهى يا جماعه. مفيش داعي للكلام ده، مفيش داعي ان احنا نجيب سيرتهم باي حاجه وحشه. احنا ندعي للراجل. هي كمان مش طالبه حاجه من حد غير انك تدعوا لضياء. هي الست مسامحه ضياء على اي حاجه، ومسامحه اهله على اي حاجه. خلاص بقى، ما نطلعش احنا نقعد نهبد ونقعد نفكر ونجيب الحاجات بتاعت السنين اللي فاتت. حتى بتقول الصفحات الكبيره اللي طالعه بتقول ان هو كان بيكلم مراته من تحت الانقاض، بتقول يا جماعه ما فيش حاجه من دي حصلت خالص، ما فيش حاجه من دي حصلت خالص. بتقول الصفحات الكبيره بتعمل كده عشان يطلعوا ترند. هنقول لك ايه يا لولا؟ ربنا يصبر قلبك يا رب، ويقويكي على اولادك يا رب، ويهدهم لك يا رب، والبقاء لله، وربنا يرحمه برحمته يا رب، ربنا يرحمه برحمته يا رب. يلا يا بنات ادعوا لولا فاني وادعوا لضياء ان ربنا يرحمه برحمته. يلا يا بنات عشان ما نطولش الفيديو، اللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامه.